سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير وأهلا بكم معنا في أولى حلقات هذا البرنامج الذي أسميناه من الألف إلى الياء، ولعل من اسمه نقدر نستنتج هو عبارة عن إيه. هو عبارة عن محاولة للاقتراب من شخصية مرموقة في عالمنا وفي حياتنا، بنحاول نقدمها لحضراتكم من الألف إلى الياء من خلال إجاباته على أسئلتي، وبتبقى الإجابات مستوحاة من كلماته، وكل كلمة أمام حرف من حروف الأبجدية. هنتعرف حالا على البرنامج من خلال إجابات ضيف الحلقة الأولى، ويسعدني ويشرفني حقا أن يكون ضيف الحلقة الأولى هو الشيخ الكبير فضيلة الأستاذ محمد متولي الشعراوي، الداعية الإسلامي الكبير الشهير القدير. من الألف إلى الياء. مولانا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكرك مرتين في أول لقائنا، مرة لأنك قبلت الدعوة ولبيت النداء وهتقدم لنا هذه السهرة، زائد ثانية بنشكرك لأنك استضفتنا في منزلك. أنا أشكرك لأنك صاحب المبادرة، فأنت أولى بهذا الشكر، وقد هيأت لي فرصة استمالة آذان وأذهان لأقول ما أنا بصدده من دعوة إلى الله. تأذن لي نبدأ حديثنا ولقائنا اللي كل متشوق للاستماع إليه. ألف 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 ألف. إن شاء الله في المستقبل القريب ما لم تحققه من أمالك وطموحاتك إيه؟ وبترجو من الله أن يحققه لك أو تحققه معك. أنك استهللت كلامك بإن شاء الله، فذلك أدبنا مع ما لا نملك من ظروف مستقبلها. حين نسندها إلى من يملكها نقود، قد ارتفعنا بأنفسنا أن نكون كاذبين فيما نقول. والآمال أو الطموحات أو التوقعات معناها طلب النفس لمستقبل أفضل من واقع، ذلك هو الطموح أو التطلع. فحين تطلب النفس شيئا يحدث بعد خيرا مما هو واقع، لا بد أن تكون في إطار محدود نسميه الغاية. والغاية وفهمها واضطراب الناس في معرفة حقيقتها هو سبب فساد هذا المجتمع، لأن الناس تنظر إلى الغاية نظرة على أنها أبدية، والغاية الحقيقية لكل كائن هي التي لا يوجد بعدها بعد. فغاية الممتحن في القبول أن ينجح ليدخل الإعدادي. دخول الإعدادي ليس غاية، وإنما سيصبح وسيلة لغاية أخرى. سلسل الغاية إلى أن تصير إلى أن يتخرج ويصير دكتور. نقول له أيضا وماذا بعد؟ أعيش في مستوى عال ورجل مرموق ومش عارف، وماذا بعد؟ يجد نفسه أنه سينتهي. فإن كان مؤمنا بأنه لا حياة إلا هذه الدنيا تكون هذه غايته، وإن كان مؤمنا بأن هناك حياة أخرى يبقى الغاية ما جت شيء، تبقى الغاية اللي هتيجي بعد كده، لأن الغاية الأخيرة ليس بعدها بعد. تلك هي الغاية. فساد الكون أنه يعتبر الوسائل غايات، نقول له لا. ولذلك المعري حينما وقع في فكره هذه الوقعة وقال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب. نقول له الغايات بعد المذاهب في فكر البشر، لأن الغاية لا توجد بعد، لأنها هي التي حست على الوسيلة أو حست على السبب، إذا ما جاتش بعد. فالإنسان لا يسافر إلا بعد غاية مقصودة له وجدت قبل سفره، والسفر فقط يحققها واقعا. إذا فالغاية دافع للوسيلة، والوسيلة سبب لواقع الغاية. يبقوا الاثنين ويا بعض. احنا المؤمنين لما أرادوا أن يستقبلوا الحياة من خالقها وواهبها نسلسل المسائل كلها فوجدناها تصل بكل مراداتها إلى الله. فيبقى إذن الغاية هي هذه. ولذلك
النعيم في الآخرة لا يفوتني ولا أفوته، وغايات الدنيا إما أن تفوتني وإما أن أفوتها، تبقى مش غاية. وأيضا فالغاية هي ما تستوي فيه الحقائق المتعددة. الإنسان له أفراد متعددون، الغاية لازم تكون أمر مشترك بينهم. فليست الغاية الصحة لأن فيه مريض، وليست الغاية الغنى لأن فيه فقير، وليست الغاية العلم لأن فيه جاهل. إذا ما تبقاش غاية، ما دام اختلف الأفراد في شيء لا تكون غاية للجنس، وإنما غاية الجنس هي التي لا يمكن أن يشذ عنها فرد، ولا نجد ذلك إلا في الموت واستقبال الآخرة. تلك هي الغاية. هذه الطموحات بقى مش من شغل البشر بقى، إنما من شغل واهب الحياة للبشر، لأن الذي يحدد غاية كل صنعة صانعها. لم يصنع الصانع التلفزيون وبعدين قال شوفوه يصلح لإيه، لا، هو قبل أن يصنعه وضع غاية له لتؤديه متى بالتحديد، وبعد ذلك وضع قانونا لصيانته. احنا عاملنا الله بغير هذا، هو خلق ونحن نريد ان نضع غايه، هو خلق ونحن نريد ان نضع قانون صيانه. يقول فساد العالم كله في ان تاخذوا الغايات من صانع الصنعه وان تاخذوا قانون الصيانه من واهب الصنعه. لكن لابد يا مولانا على المستوى الشخصي ان فضيلتك عندك احلام معينه محدده تجاه اسرتك جايز، يعني كلها تنصب في ناحيه ان تكون لي اخره سعيده، ولا أشقى بمن أنجب ولا أشقي من أنجب، كلها تنصب إلى هذه الغاية. براءة. مولانا لو سألتكم عن طفولتكم بمناسبة حديثنا عن براءة الأطفال، ذكرياتك عن طفولتك إيه؟ ذكرياتي عن طفولتي أنني قبل الوعي لا رأي لي، وحين وعيت يبقى لي بقى حكم على الأشياء. فأنا نشأت في أسرة طابعها التدين. في الريف أم في المدينة؟ في الريف. طابعها التدين، وطابعها في والدي عشق العلم، وحرص على أن ينشئني لهذه الغاية رغم أن لم تكن عنده وسائل تعينه على أن أكون كذلك، ولكنه تعب ليحقق غاية في نفسه. إذن فأنا نشأت في حضن العلم، لا أحضر إلا مجالس علم أو مجالس ذكر، كل حياتي كانت هذه. فنشأت طفولتي مطبوعة بهذا الطابع، حفظ قرآن، تجويد قرآن، حضور علم، إلى أن ذهبت إلى الأزهر. وبعد ذلك لم يدع الله لي من حسن حظي فرصة أن أخرج عن براءة الطفولة، لأن كل المسائل التي تأخذ الناس من براءة الطفولة إلى شراسة المراهقة كانت ممنوعة عني. فأنا تزوجت بعد أن أخذت الابتدائية، فانسد عني هذا الباب. عين والدي معي دائما، انسد هذا الباب. أو أذهب إلى الصيف أشتغل بشغل والدي، فما عنديش وقت. ماذا كان يعمل؟ وقت فراغ. مزارع. نعم، مزارع يزرع الأرض، لا في ملك وإنما في أرض إيجار. ما قلتلناش يا مولانا في أي بلد من بلاد مصر؟ من ميت غمر. في دقهلية. ميت غمر دقهلية. نعم. ونشأت كما ينشأ الأطفال، لهم هوايات. هذه الهوايات كانت تتمشى مع واقعي في القرية، تتعلق بالفلاحة وبالزراعة وبعبث الأطفال في النيل واللعب في الطين والبتاع. إلا أنني تميزت من بين إخواني أنني كنت يعني أجيد عمل التماثيل من الطين للحيوانات، لأي شيء. التماثيل لدرجة أن كانوا لما يجوا المفتشون يفتشون علينا في المدرسة، يجي الناظر يقول هات الشيء اللي أنت عملته اللي مش عارف إيه، فيعجبونا إزاي أنا عملت هذه المسألة، وإزاي أنا خليتها تلمع كده وتبقى يعني مصقولة، وكنت أجيب لبن الجميز وأحتل يعني. فهذه كانت هوايتي. ولكن بعد أن تعلمت شيئا انتقلت هوايتي من شيء جميل أيضا كما يقولون إلى شيء جميل أيضا هو الأدب وهو الشعر. فابتدأت بقى أتلقى، أسمع، أحفظ
كل هذا علشان أبقى أديب وأبقى شاعر. والله سبحانه وتعالى ما ظن علينا بهذه. وشوقي رحمة الله عليه كان خميرة يعني هذا التأهيل، وخصوصا أنني حينما انتقلت من فن الصلصال والتماثيل والمش عارف إيه وبتاع وانتقلت إلى فن الشعر، قرأت له فيما بعد أن ذلك فن وهذا فن. تبقى الفطرة الموحية أو المودعة في نفس الإنسان كلها فن جمالي أو ابتكاري أو بتاع. لأنني أعجبت حينما قال أساطين البيان 4: شاعر سار بيته، ومصور نطق زيته، ومثال ضحك حجره، وموسيقي بكى وطره. الله. إذا أنا فانتقلت من فن إلى فن. وبعد ذلك جمع الله لي في أنني لم أكن مثلا أديبا ماثلا فقط، وإنما هيأ الله لي أن أخذ من الموسيقى بدل الموسيقى الملهية أو المدغدغة أو بتاعنا نظم الشعر، فبقى يديني فن جمالي وبيديني فن موسيقي. وبعد ذلك وجدت في الجمال ما يغنيني عن التماثيل. يعني أنا مثلا حينما أقرأ في الأدب صورة مثلا ابن الرومي اللي بيصف فيها أحدب مثلا، ادتني الصورة فأخذت كل الفنون. أخذت الصورة مثلا يقول: قصرت أخادعه وغاص قزاله فكأنه متربص أن يصفعه، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعها. تبقى صورة ابننا عن تمثال، صورة شعرية برضو قبل يبقى إذن الشعر أغناني بفنه عن فن الصلصال والتمثيل، وأغناني بوزنه عن الموسيقى، وأغناني بالتصوير الرائع للحركة أو للسكون أو للشيء عن النحت. تاريخ. فضلتك تقول لي بمناسبة التواريخ أين كنت في هذه التواريخ؟ نعم. بالتحديد 23 يوليو سنة 1952. كنت في مصر وفي مدينة الإسكندرية، واستقبلت خبر الثورة من عزيز علي، أيقظني من النوم فأخبرني بها. وأين كنت في 5 يونيو سنة 1967؟ كنت رئيسا للبعثة الأزهرية في الجزائر، وشقيت باستقبال الجزائر لهذه المسألة، لأن الجزائريين قاطعونا حتى أننا إن ذهبنا إلى محل لنشتري خبزا امتنعوا عن البيع لنا لهذه الدرجة. نعم. ولم يهدأوا إلا بعد أن حصل من السفير مصطفى مرتضى جمع، ودعي إليه كثير من العلماء، وتكلمنا فيه عن ظروفنا وعما حدث لنا، لأنهم كانوا قد أخطأوا في المقارنة بين ثورة الجزائر وبين مسألة مصر. تاريخ آخر فضلتك تختاره على المستوى القومي أو العربي أو المصري تذكره كما ذكرت أنا لمولانا 3 تواريخ؟ التاريخ الذي لا أنساه ولا أزال كلما أذكره أدعو لصاحب الفضل فيه هو إلغاء التواجد الروسي بدون آثار سيئة. هذا موضوع هزني وجعلت لا أنساه للمرحوم أنور السادات، ويمكن هذا هو السبب في أنني قبلت أن أشترك في وزارة. نعم. طب وعلى المستوى الشخصي فضيلتك؟ تاريخ على المستوى الشخصي تذكره ولا تنساه؟ التاريخ هو أنني هيئ لي أن أقول خواطري عن القرآن، وأن يفسح للمجال في دولة لم توظف الإسلام أن تحتضن هذه الخواطر وأن تقولها. فيوم قلت بسم الله فرحت فرحا لا حد له، وسألت الله أن يمد في حياتي وأن يديم لي التوفيق، حتى قد بدأت الاستهلال بسم الله، فأنا أريد أن أنتهي إلى قول الله سبحانه من الجنة والناس. نعم. ثقافة. ما الذي تحتويه مكتبتك الثقافية الكبيرة التي تملأها الكتب؟ شوف يا سيد الفاضل، أنا لي رأي في الكتب والمكتبات. هذا الرأي
عبر عنه المرحوم الشاعر أحمد الزين حينما وقف في دار الأوبرا ليرسي حافظ بيك إبراهيم في قصيدته التي قال فيها: أفي كل عام وقفة إسر ذاهبي وصوغ دم أقضي به حق صاحبي أودع صحبي واحدا بعد واحد فأفقد قلبي جانبا بعد جانبه. قال في هذا بخصوص المكتبات: فيا ضيعة الأوراق في غير طائل ويا طول ما ضجت رفوف المكاتب. آفتنا الآن كثرة المكتوب، وإذا ما سلسلت المكتوبات تجدها كلها تكرار وكلها نقل وكلها مش عارف، وكل واحد أحب أن يكون مؤلفا وكل واحد أن أحب أن يكون صاحب رسالة، فدي مسألة متعبة. احنا شوف العمر الاطلاعي لي ينتهي سنة 40 من يومها الاطلاع محدود. لا اطلع الا ما يقال، ما اللي انا قلت لهم دول بقى، والناس اللي يقولوا لي دي مثلا كتاب كويس، دي كتاب، لانني حاولت اقرا فاجد يا كلام فكر بشر في بشر، نظريات ما بتثبتش. اللي يوريني بقى المسائل التجريبيه المعمليه وما تنتهي اليه من اكتشافات اسرار الله في الكون. هل هناك ازمه في الادب العربي حاليا؟ نعم، الأزمة في الأدب العربي إن احنا مش منطقيين. لأن أنت مثلا تاجي في العصر العثماني اللي انتهى وعصر المماليك، تقوم تجد بعد هذا العصر وجد فحول في الأدب العربي عندنا، مثلا شوقي، مثلا حافظ، طه حسين، منفلوطي، الرافعي، الله، مسائل يعني، مع ان الخميره اللي اتربوا عليها كانت خميره ضعف. انما والبارودي التفتنا لقينا كده بعث للعربيه بشكل واسع. هنا حدث انبهار، والانبهار انني اعجب بانسان بلغ قمه في شيء فانبهر به انبهار يحول دوني ودون ان احاول ان احاكيه. يقول وانا هحصل، ويظل هذا الانبهار بعمر يساوي العبقريه. فكتاب عبقريه فحله تبقى معجزه قرن، نقعد قرن كده ما حدش يقدر يقول حاجه. ان كانت اكبر شويه قرنين بالشكل ده. فكل ما كان يعني العمر بين العبقريين الاثنين للانبهار الى ان ياتي جيل خالي من هذه المساله. فلما جه واحنا تقدمنا في العلم وتقدمنا في الثقافات وتقدمنا مش عارف ايه، ما وجدناش لا لشوقي ولا لحافظ وريث. مع ان كان المفروض ان المساله ايه؟ تتوالى الى ارتقاء. طبعا لها اسباب كثيره. هذه الاسباب النظريه الاولى اللي هي نظريه الانبهار، ثانيا اتصلت بامور جدت تخنق العبقريات. زي ايه مولانا؟ الامور اللي جدت اللي هي الكلمه المحاسب عليها، اللي مش عارف ايه الكلام ده. واذا خنقت العبقريات في جانب تعودت الاختناق، حتى الجوانب الاخرى تروح منصرفه عنها. ليه؟ لان العبقريات ده عايزه ما فيش قوه، لان العبقريه سيطره مواهب ما تحبش ان اقل منها يقعد يتحكم فيه. بس يقول لك وانا مالي وعنزل. هل اطلعت على ادب الغرب يا مولانا؟ مترجما طبعا، انا لا اجيد ولا لا اعرف شيئا من اللغه الاجنبيه، انما اطلعت على ادب الغرب مترجم. نعم. وما رايك فيه؟ والله فيه اشياء مستميله واشياء كويسه، انما لو انت جبت قمه الادباء في الغرب مثلا، وهو اسمه ايه ده مثلا اللي معجبين به ده شكسبير لما قلت للشيخ رياض الخطيب وكان ملما وضليعا بالانجليزيه في فتره وجودنا بالسعوديه، انا عايز تقول لي عن ادب شكسبير وادب مش عارف ايه، فقعد يقول لي ده كذا كذا لانه قارئ جيد واعانته لغته واعانه فراغه بس. فقلت له طيب انا هقول لك بقى، انت تقول لي شكسبير قال ايه وانا اقول لك الادب العربي قال ايه. والشطاره بقى اننا نعمل مقارنه بين شكسبير وبين دول، نشوف التقى بهم
خد ترجمة عنهم، لأن مسألة كلها واضحة. كذا المتنبي قال كذا، كذا البحتري قال كذا، كذا مش عارف ايه قال كذا. فجهلنا بآدابنا هو اللي جعلنا نمجده هذا الأدب. نعم. هل فكرت في كتابة مثل هذا الموضوع في كتاب يا مولانا؟ لا، قلت في ندواتي وفي محاضرة، لأنني يعني في حكاية الكتابة دي صعب عليها شوي. ليه؟ لأن الكتابة أكتب لمن يقرأ، ولكني حين أتكلم لمن يسمع، والسماع أعم وسيلة في الخطاب، لأن الطفل اللي ما عرفش يقرأ واللي أمي واللي مش عارف الإيه والإيه 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 ما. لكن إذا حاولت أكتب يعني أكتب نعم. كتب التاريخ لها رصيدها في مكتبتك زمان على الأقل. وخصوصا تاريخنا احنا، تاريخ الإسلام، لأن الإسلام اللي هو دين نازل من عند الخالق وهيئ له أمة علشان تحمله، لازم تكون الأمة اللي هتحمله دي أنضج الله. ولذلك إذا نظرنا إلى الرجل الذي كتب عن 100 عظيم في العالم، لما جاب 100 عظيم في العالم جاب سيدنا رسول الله أولهم مدة واحد. خدوا من أي زاوية دي؟ مش من زاوية إيمانية طبعا، ده خدوا من زاوية مقارنة مواهب، على إن مواهب محمد مواهب بشرية. فظلم الناس التانيين، لأن أنت قارنت عطاء أعلى من واجب الوجود بشر. أنت صحيح أنصفتنا، لكن اللي مش عايز يؤمن بيك أنت ما أمنتش بيك رسول. ده معنى أنك ما أمنتش بيك رسول تريد أن ترتفع به إلى مرتبة الإله، لأن اللي يعمل كده بعد المسألة مش. فاللي ظنوا عليه بأنه رسول عايزين يدخلوا، يقول لهم مش من عندي، مش بتاعي، يقولوا لا بتاعك. عايزين تعملوا لي إله بقى ولا إيه؟ نعم. معنا بمناسبة التاريخ يا مولانا، فضلتك معجب بشخصية تاريخية معينة أو محددة؟ رجل والحمد لله متدين وبيئته تدينية، ومهمته حتى وحرفته في الحياة يعني ملتصقة بالتدين. إذا كنت على الشخصية تاريخية، شخصية تاريخية معصومة أم غير معصومة؟ كما ترى. لا، معصومة ما فيش طبعا إلا هو سيد الرسول. غير المعصومين من الخطأ. كل واحد له زاوية نبوغ، ولا زاوية تغني عن زاوية. طب نذكرهم اسما؟ نعم، نذكر نذكرهم بسلسلة مراحلهم للإسلام. يعني أبو بكر لازم تيجي كشخصية أولى، لأنه جاء فحمى قمة التدين وهو العقيدة، ووقف موقفا لا يتناسب مع طبعه البشري، إنما ناسب طبعه الإيماني. الرجل البكي، الرجل اللي قلبه ملان رق، الرجل اللي قلبه ملان رحمة، يقف أمام اللي قلبه ملان شدة. وعمر يقول لا ما نحاربش، وهو يقول لا أنا هحاربهم ولو لوحدي. الله، دي مسألة صعبة، دي خالفة الطباع. نعم، لأن الموقف الإيماني هو الذي صنع من أبي بكر الرقيق اللين قاسي. كأن الإسلام بيصنع موقف الرجل، فإن احتاج الأمر إلى رحمة يبقى رحيم، إن احتاج الأمر إلى شدة يبقى شديد. ولذلك القرآن لما يعالج الحتة دي يقول إياكم أن تفهموا أن الإسلام نطح طباع، لا، ده نطح اتباع. ولذلك يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، مش مطبوع على الشدة ولا مطبوع على الرحمة، لأن في مواقف تحتاج دي ومواقف تحتاج دي. يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كأن الموقف الإيماني هو الذي يصنع الرجل. خرج خلاص من طبعه، لأن في نزل له منهج يعدل الغرايز ويوضب طباعه ويقول له دي كذا وكذا وكذا. فيجي أبو بكر في هذه المسألة يحمل عقيدة من الانهيار ويقول كلمته المشهورة. ولذلك دوك يقول يوم من أيام أبو بكر خير من عمر وأهل عمر. وبعدين يجي عمر يستتب له الأمر فيعمل إيه؟ يقنن العدالة وينشرها بين الناس. وبعد ذلك يعلي مسؤولية الحاكم
عن أن يكون الحكم تشريفا له، أنه تكليف ومشقة، ومش عارف حصلت دبة يسأل عنها عمر إيه، مش عارف إيه يسأل عنها عمر إيه مثلا، يعني بيخوف الناس من المسؤولية، ويجي حتى ما يرتضيهاش لابنه بعده يقول لا 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 بحسب قال الخطابي أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد. خدها من ناحية التكليف مش من ناحية التشريف، إنه ما خدهاش من هذه، يبقى في التاريخ له زاوية. يجي مثلا عثمان يجد ان يعني انقباض الناس عن حركه الحياه في عهد عمر خوفا من شدته ومن عدله ومن يقول لك وانا مالي انا مش عارف ايه، قال لك افسحها شويه عشان ما نحرمش من مواهب اصحاب الطموح عشان هم خايفين، فعمل الحكايه اللي احنا نقول عليها جامل، وعمل مش عارف اهل الثقه واهل مش عارف الايه وبتاع، وبعدين جه عليه علشان يفصل في المسائل بين طوائف المسلمين، ديك بين الكفار وبين اللي مش عارف ايه، فكل واحد له موقف. جاءت الدوله الامويه، الدوله الامويه جت عشان تحافظ على اللسان العربي، لان لو ما كانش كده كان اللسان العربي لانهار، عصبيات ولا عربيه حفظت لغه القران. جت مثلا الدوله العباسيه انتشرت ومش عارف ايه وجابت لنا حضارات العالم، لو ما كانش كده ما كنا حرمنا حضاره العالم. فكل واحد له زاويه. قوم دوله المماليك، تقوم دوله المماليك ازهى انتصارات الاسلام على ايد اللي احنا بنقول عليهم مماليك، وبنقول عليهم ده دوله التاخر ودوله مش عارف ايه. امسك قطز مثلا، صلاح الدين الايوبي، انتصارات الاسلام بعد انتصارات في غزوات الرسول هي يعني من هؤلاء، لان دول دخلوا بيسموهم موالي وبيسموهم فكل واحد حب يعمل ايه؟ يعمل عمل يذكر به وينفض عن نفسه خسه انه عبد ومش عبد والكلام الفاضي. اذا فالشخصيات التاريخيه لا تغني شخصيه عن شخصيه، كجوارح الانسان لا تغني جارحه عن جارحه. نعم. ولا الاولاد زي ابن الرومي ما قال وابناؤنا مثل الجوارح ايها فقدناه كان الفاجع البين الفقد، هل العين بعد السمع تكفي مكانه ام السمع بعد العين ياتي كما تاتي، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان اخيه. نعم. الله. حضرتك كلمتنا عن الشاعر والشاعر كقارئ. نعم. الشاعر والشاعر كشاعر ككاتب، تذكر ايه من الابيات اللي كتبتها؟ سيدي سئل ابن المقفع عن ادبه فقال شربت الخطبرية ولم اضبط لها روية، يعني كتير. ومعنى شربت الخطبرية بقيت اخدها عن ظمأ تمكنت من نفسي، فلم أضبط لها روية بقت كتير، فغاضت ثم فاضت، فلا هي ولا هي غيرها. نعم. مولانا كلمتنا. إذن أنا لما أقرأ شعر وأقرأ هذا لازم ينضع على فكري وينضع على لساني. فابتدأت أقول الشعر من سنة 28 وأنا مولد سنة 11، وشعر مسموع صيره زميلي رحمة الله عليه الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف شعرا مقروءا حينما ألح وعرض أول باكورة شعرية لي في سنة 32، وكتب لها المقدمة، ووالله لقد نسيتها وما ذكرني إلا هو ساعة كتبها في أخبار في يوميات الأخبار، شيء نسيته. فابتدأت بقى أجد شيء من التقدير من حولي، فأغراني ذلك بأن أجيد فيه. إذا مهمتي الأساسية في الفن أنني كنت شاعرا. طب هل تذكر شيئا مما كتبت؟ أذكره كثيرا ومش أذكره نريد البعض وأذكره أنا، إنما يذكره إخواني الذين عاصروني، وفهم عبد اللطيف الله يرحمه، الدكتور حسن جاد عميد كلية اللغة العربية، دكتور محمد عبد المنعم خفاجة اللي هو في الأدب، الأستاذ حسن، الأستاذ كمال أبو العينين، كل دول المرحوم محمد عبد الغني حسن. لأنني بقى ابتدأت حينما شهر عني أنني أديب أخطب وشاعر أنظم، ابتدأ كل مناسبة يرموها علي يلقوها علي، فدي خلت عندي يعني طموح، لو خصوصا إذا رأيت مثلا حد ودي لها حادثة من أطرف حوادث حياتي، أنني من بلد كانت تشتهر بأنها وفدية، وأي معارضة للوفد لا تعيش فيها، فكانت كل سنة
تصنع من مناسبة ذكرى سعد موسم وطني، كل واحد يقول اللي عايزه، وخصوصا في عهود اضطهاد الحزب. فمرة علم هذا عن البلد، الشيخ اللي هو شيخ الوفدجية زي ما كانوا بيقولوا الحاج يوسف جميلة، ذهب إلى مصطفى باشا النحاس رحمة الله عليه وقال له احنا عايزين تبعتوا لنا مندوب يبقى يحضر ذكرى سعد عندنا. فقال له ما فيش مانع. فكان مرحوم مصطفى نصرت، فجاء مصطفى نصرت ليحضر ذكرى من ذكريات سعد، وكانوا مضيقين جدا على ان ما فيش ذكريات وبتاع، فاحتالت البلد وعملت شبه ميتا كده واجتمعوا فيه، وفوجئت الاداره بان قال لك بقى ان اصطدمنا بجمهور خلوها تمر. فقلت فيها القصيده المشهوره: ولاء برغم العزف باق مجدد، وذكر على رغم المنايا مخلد، وشجو جليل الخطب يزكي أواره، فلا القلب يسلوه ولا النار تخمده، حداد كأن النعي من هول وقعه جديد على الأسماع، مصم معربده، وطبع الرزايا جمرة حين وقاها، ومن قدم الأيام تهدى وتبرد، وسعد يشيب الدهر والسكن مفجع، وتمضي الليالي وهو ماض محدد. لئن كان سعد معجزا في حياته فإعجازه في الموت أسمى وأبعده. كانوا صنعوا له التمثال اللي هناك اللي عند المعرض، وعاملين صبغه كده مشير الى سكنه قصر النيل اللي كان فيها الانجليز خطيب على صمت يشير مغاضبا الى سكنه فيها العدو مجند، حرام عليكم ان تنام عيونكم وغاصبكم باق على مصر سيده، ولا تهنوا فالله راع حماكم، اذا راح منكم فرقد لاح فرقدوا، فان يك سعد عضه بات مغمدا، ففي مصطفى النحاس عض مجرد. يا سلام. دي بقى عملت ايه ضجه. مصطفى نصرت بقى طبعا راح لها الصوره. المهم انني حينما توجهت من ساحه الاحتفال الى بيتي وجدت امي فسلمت عليها فلم ترد، ومغضبه وزعلانه. الله، انا فاهم انها هتاخدني بالحضن، هتقطعني، مش ايش الحكايه دي يا امي؟ تقول لي اسكت بقى انت كسفتني، اسكت انت، مش ليه يا عم انا عملت ايه؟ قالت كل الناس قالوا كلامهم في امان الله ونزلوا، وانت كل ما تقول كلمه يقول لك عيد، مش تبقى تحفظ. يا سلام. الى ان انقذني منها ابوها وقعد يفهمها الموضوع، فبلغت المساله مصطفى باشا رحمه الله عليه. فلما جاء انا عايز اشوف ام الشعراوي دي اللي هي، فجابوها له. قال لها ايه يا ابنك لسه بيحفظ ولا؟ قالت له لا ما انا فهمتها يا باشا خلاص. فدي حادثه من الحوادث اللي تدل على فطره الامومه اولا. الواقع الريفي برضه لا يزال متاثر في ايه؟ لا يزال متاثر فينا. فالشاهد كل هذه الاثناء، كل موسم ذكرى سعد لازم نقول، كل موسم عيد جهاد لازم نقول، رغم انف كل شيء. لما مات مر على مات سعد 10 سنين برضه وقفت هنا في بيت الامه واقول فيها: عشر قرن يمر يا زغلول، والمصاب الجليل فيك جليل، ما سلونا مع ان مر الليالي يستر الخطب اشهرا فيزول. مثلا اتعينت انا في الازهر في سنه 43 وكنت رئيس اتحاد طلاب الازهر، ولكن اليوبيل الفضي للوفد في 13 فبراير سنه 43 كانوا صادف 25 سنه، فعملوا في ارض شريف. فقلت ان استلمت وتعينت بقيت موظف يحكمك قانون الوظائف ولا تشتغل بسيئة، وانا حريص على ان اخطب في هذا فاجلت استلام التعيين الى ما بعد. وفعلا وقفت، وخاصه ان كان عاصرت الشيء بين الاقباط والمسلمين في ايام فصل مكرم باشا عبيد، وحبوا الاقباط ياخدوها يعني غدبه وبتاع. فمصطفى باشا قال احنا عايزين تتك على الحته دي علشان مش ففي اليوبيل الفضي وقفت بقى في الارض شريف وقلت القصيده اللي شهرت بعدين: عيد الجهاد وانت عنوان الدم، ما زال مرك كل عام ملهم، ان هجت من حول الضحايا امه أسبلت من برد الخلود على الدم، إن المنية حين سوت نابئا ملأ العقول بخامل لم يعلم، فالله أعطى العبقرية حقها عمرا إذا الدنيا قضت لم يهرم.
سعد تصرم عهده مستروحا وجهاده في الحق لم يتصرم، ما زال في أذن الكنانة نغمة ثورية إن تلقى ضيما تضرمي، حست من المستضعفين عزائما حمرا بأحضان الحوادث ترتمي. يا سعد إن تكن مصر بعدك واتمت وبدت ذئاب الأوصياء بمتسمي، فالله أولاها العناية فارتأت في مصطفى النحاس أنزها قيمه. إلى أن قلت بقى قل للخوارج في طهارة مصطفى سر فمن يخرج عليه يعدمي، مهما جمعتم أمركم وفلولكم سيظل أمنع من محل الأعصم، كالطوط حطمت الوعول قرونها في صخره وأقام غير محطم. إخواننا الأقباط فيما بيننا ود قديم ثابت لم يفصم، عطف الهلال على الصليب فحازموا أن تجعلوا روح المسيح بمكرمه، لا تجعلوها غضبة دينية فلكم فصلنا قبله من مسلمين. فكانت لها أثر يعني أثر واضح. ولما كنا في سنة 34 ومنعت الحكومة حفل التأبين للشهداء اللي هو الجراحي وطاع عفيفي وعبد الحميد مرسي، الشهداء اللي حدثوا في سنة 34، برضو احتال البنهاوي وعملوا على أن جدته ماتت في طنطا، وعملوا صوان كبير والناس جت من مصر والدنيا والهيصة عشان يعملوا حفلة التأبين. فلما رأت الإدارة أن المسألة برضو ما حبتش تصادف، قدر لكل هيئة 5 دقائق فقط. أنا كنت أيامها رئيس اتحاد الشرقية والدقهلية، فقدموني، فلما قدموني كنت فخطبت، قدمت للقصيدة بمقدمة نثرية، فيظهر عجبت الناس، قعدوا بقى أول مرة يصفقوا في حفل تأبين. واللي بدأ التصفيق الدكتور محبوب ثابت رحمة الله عليه. لما قدمت للقصيدة قلت شباب مات لتحيا أمته وقبر لتنشر رايته، وقدم روحه للحتف والنكال قربانا للحرية ومهرا للاستقلال. عملوا هي. فابتدأنا نقول القصيدة، فكل واحد صاحب 5 دقائق لطائفة يتنازل لك، وقفوا يقولوا احنا 30 إلى أن قلت بقى القصيدة المشروع: نداء يا بني وطن، شؤنا نشرت طبعا ياما في الجرائد، نداء يا بني وطن، وذكرها اللهم صل على النبي الأستاذ أبو المجد صبري في الكتاب اللي هو مطلعه، هو الآن تتبع الشعر ده كله صبر أبو المجد في الكتاب اللي بيطلعه ده عن الشعر، جاب من الجرائد والبتاع. فقلت فيها: نداء يا بني وطني مجاب، دم الشهداء يذكره الشباب، وهل نسل الضحايا والضحايا بهم قد عز في مصر المصاب، شباب بر لم يفرق وأدى رسالته، وها هي زي تجابه، فلم يجبن ولم يبخل وأرضى وأثبت، لا تزعزعه انحرافه، وقدم روحه للحق مهرا، ومن دمه المراق بدا الخضاب، وأسر أن يموت شهيد مجد لتحيا مصر مركزها مهابه، يهون القيد في تحرير مصر وعزب في قضيتها العذاب. الله. مشيت بقى مشينا في هذه القضية. ولما اجتمعوا في مصر الشباب بقى في الجامعة وفي الأزهر، وأنا كنت بقى ابتدأت بقيت رئيس الجامعة، وحافظ شيخ الله يطيل عمره كان رئيس اتحاد الجامعة. فلما اجتمع المؤتمر الشباب برضو أنا اللي قلت: يا ما شبابك هذا في بنوته بر، ألا فاسلمي فالمجد مجدك يا مصر، شباب أبي لا تلن قناته فليس يهاب الموت إن حزم الأمر، وكيف ونفس الحر ترخص إذ يرى جلالا مضى فاستعبد البلد الحر، إذا لم تكن محياي غنما لموطني فلا كانت المحيا ولا طلت يا عمره. دي عملت برضو عملت الضجة والبشر. برضو في سنة المواقف اللي ما تنساش اللي كنا نحب أن تستمر، لما النحاس جاء في الحكم في حادثة فبراير اللي قالوا عليها مش عارف ايه، وقعدوا يلبسوها ثوب اللي مش عارف ايه، كنا نقول لهم: يا ناس انتوا يعني ما تاخدوهاش. طب ولو كان بيكره الملك زي ما بتقولوا، ما كان مرضيش عشان الملك ينشال وخلاص، اذا هو حمى رمز البلد من ان يعني واقترع عليه. الغرض لما جه اخواننا المخالفين المحور الدستوريين والمش عارف ايه مسكونا في الجامعه الازهر والجامعه، وقالوا: انتم كنتم يا وفديين وعلى راسكم الوفد
تطالبون بإلغاء الأحكام العرفية، فاليوم أنتم حكمتم. نطالبكم الآن بتحقيق ما طالبتم به الحكومة السابقة. بقى في الموضوع يعني حرج شوية. فلما اجتمعنا علشان نشوف ايه المخرج من هذه المسألة، الله هدى إلى عبارة صفت المسألة. قلت لهم نعم، طلب الوفد إنهاء العرفية من يد الحكومة السابقة، فلما جاء تمسك بالعرفية. لا تعجبوا من هذا، فإن المشرط في يد الجراح غيره في يد السفاح. لما بلغت المرحوم نجيب الهلالي قلع طربوشه ورماه على ونهينا الخلاف. فالشاهد كانت فيه مناسبات، يعني الفاروق رحمه الله كان شاب، واستطاع الشيخ المراغي رحمة الله عليه ورضوانه انه يجتذب الى المساجد ويسمع دروس الدين، وابتدى يعني وين نقول بقى تفاؤل. فلما جه يتجوز عملوا في لازم مسابقه له عشان يعمل المهرجان بتاع الزفاف، واحنا مبسوطين فرحانين انه يتجوز. ليه؟ لاننا معنى قلنا احنا عايزين نسد باب الفساد. أيوة. فلما يتجوز فرحنا وبقينا هيتجوز. وبعدين لما اجتمعت بقى في المسابقات طبعا قلنا كلام كتير فيها وخدنا الجائزة، لكن الأروع ما فيها كما قال رئيس اللجنة تحكيم الشيخ سليمان النوار رحمة الله عليه، وكان عضو الشيخ عبد الجواد رمضان، أروع ما فيها بلاش المدح في الملك والبتاع والكلام ده زي بعضه، إنما أروع ما فيها اللي عجبهم فيها تصوير الحفاوة الشعبية بفاروق لما يطلع، لأن دي كانت ظاهرة يعني كلهم الناس بتحبه وبتاع. فبقول فيها حين تسري البشرى بركبك تلفي أمة في طريقه تترصد، فكأن السماء تمطر خلقا والذي تنبت العمائر أحشد، كم فتى يافع تراه مهيضا كلما ضمه الزحام تنهد، وقصير ود اجتلاء المحيا قد تمطى بصلبه فتمدد، وصغير عطف الأبوة يأبى أن يرى وحده الجلال ويشهد، فتراه على وقار ونبل وإزل من كبان للطفل مقعد، بين هذا السكاك تلقى عجابا وهو أعمى عيناه في رأس مقعد. فإذا الطلعة السنية لاحت وتجلى الفاروق ضج الموطن، كبر الحشد والأكف تلاقت بين من ردد الهتاف وزغرة. كانت دي بقى زي ما قال فيها الشيخ سليمان أصدق تصوير يعني للحفاوة والموقف وللحركة. يعني كنا بقى عرفنا بهذا الشعر، إخواننا بقى كلهم يعرفوا المواقف دي، وشيخنا الشيخ محمد فؤاد ربيع كان سابقنا ب4 سنين ويعتبر يعني، والشيخ محمد عبد الغني حسن، بس فكانوا لما نقعدوا مع بعض يجونا بالمطارحات بالمعارضات بالحاجات اللي زي دي. فأذكر ان انا اول ما جئنا في مصر في سنة 36 جاي من الريف الزعزيب، فمصر دي عندنا يعني شيء عجيب، فبقينا نمشي نشوف ايه البلد ايه بتاعه. لنا صديق في بولاق كنا نروح نزوره، واذا في صباح يوم يجيني الشيخ محمد فؤاد ربيع اللي هو كبير عنا ده يقول لي تعال شعراوي انت كنت فين امبارح؟ قلت له كنت بزور الشيخ عبد اللطيف ابو ابراهيم في بولاق انا وفلان وفلان وفلان. قال لي لكن انت مشيت من شارع وحش. قلت له ايه هو الشارع الوحش دي بتاع ايه؟ ما اعرفش والله. قال لي شارع عماد الدين. قلت له ماله دي؟ قال لي ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. قلت له طب وانت ايه اللي خلاك تشوفني هناك؟ الشاهد فالدكتور حسن جاد اللي هو هامش كليه اللغه العربيه قالوا لي والله دي مساله يجب ان يقال فيها شعر. طيب هاتوا لنا فنجان اخر. جابوا لنا فنجان اخر. فقلت واعظم الظلم بعد الشرك منزله ان يظلم اسم مسمى ضده جعل، فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعناد الدين قد جعل. نعم.
يا سلام. فكانت بقى دي مسائل يعرف عن انني في المسائل دي يعني لما تيجي مناسبه كده يقعدوا يعني. واظرف ما كان من شيخي رحمه الله عليه الشيخ احمد الطويل، شيخي في الشعب، هو والشيخ مصطفى البياضي، كان كل ما اعمل حاجه اعرضها عليهم يقولوا لي دي كذا دي كذا دي، وكنت بقى يعني اثق في اذواقهم. وبعد ذلك احنا جالسين فطرأ علينا وافد وقال الا تدرون؟ لا والله ما ندريش. تعرفوا عمك الشيخ احمد الشناوي؟ قلنا له نعم. قال شاف 4 أجيال، لان البنت بنت بنت بنته ولا بنت 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 ابنه ولدت. الله، بقت حاجه عجيبه. الراجل كان عمر. فعم الشيخ احمد الطويل قال دمت اختبار لك يا امين، انا اسمي امين هنا، اختبار لك تقول لنا ايه؟ قلت لهم لما يجي عم الشيخ احمد نساله صحيح الكلام ده. فلما جبنا عم الشيخ احمد راجل كبير وعجوز، قلت له صحيح يا عم الشيخ احمد؟ قال لي ايه؟ الله يطول عمرك، السيبه الغرض بقى. فعم الشيخ احمد الطويل الله يرحمه قال لي دي كلام يقال في شعر. فقلت له انا هحول عن لسان عم احمد الجد الرابع. دعوا بالعمر يمتد وأمن كل من شهد، فقلت كفى فلا تعدوا فقد جوز بالحد، وماذا أرتجي بعد ومن أنا جده جده. يا سلام. فالشيخ مصطفى الثاني البياضي اللي هو زميل عم الشيخ احمد قال لي انت جبتها من ناحيه الجد، احنا عايزينها من ناحيه الحفيد. قلت له طب نستنى شويه، اعملوا لنا فنجان قهوه. فعملوا لنا فنجان قهوه. طيب ايه؟ فقلت عن لسانه حماني خالقي عمرا مديدا وصيرني بأنسالي سعيدا وأمتعني بعافية وعز فلست أريد بعدهما مزيدا، وماذا بعد أن أضحى حفيدي وقد وهب الإله له حفيدا. والله. فكانت بقى المقابلات كده شيء يعني. كنا بقى في هذا. وبعدين الشيخ المرحوم محمد عبد الغني حسن كان يقول لي ورعك خنق شعرك، وإذا خلقت الموهبة في جانبك ترى الاختناق عليها فتنطمس كل قلت له لا أنا أقول إنما أورع الغزل، ولنا في رسول الله أسوة حين سمع من كعب بن زهير قصدته فقال إذن فماذا تقول؟ قلت من لم يزلزله الجمال فناقص تكوينه، وسوي خلق الله من يهوى ويأزل دينه. فقال كلام جميل زدنا من هذا. فقلت سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته، وبذا يدوم لنا التمتع ها هنا وبجنته. الله. ومرة من المرات الشؤون الاجتماعية عملت مسابقة عشان عظة لفتاة العصر عشان ما يأخذهاش طيار المدنية الغربية. فأنا اقترحت يعني جبت القصيدة عنوانها الأولى وأقول لها فيها قصرت أكماما وشلت ذيولا رفعتيها، هلا رحمت إهابك المصقولة، أسئمت من برد الشتاء سجونه، فطلبت تحرير المصيف عجولة، وخطرت تحت غلالة شفافة في فتنة تدع الحليم جهولا، محبوكة لصقت بجسم مشرق دفعته فورته فبان فصولا، هل قصر الخدان في صرعاهما أو كان طرفك في الطعان كسولا، حتى استعنت على القلوب بمغمد وجعلت جسمك كله مسلولا، ألححت في عرض الجمال وغرك الأغرار لما أسمعوك فضولا، من نال منك رضا فأنت ملاكه ومن انتهرت قسى فكان عزولا، شاهدت ضليلا يطارد غادة فنهرته حنقا فقال خجولا أبغي البناء بها، فقلت مداعبا هل كان باب وليها مقفولا، ورنا فلم يرها فجن وقال لي أبعثت فينا يا غيور رسولا، لم يبق لي أرب فما يضطرني حتى أكون مكلفا مسؤولا، قل للفتاة الغر هذا حبه إن بان ملتاعا وزاب ميولا، يلقاك كالحمل الوديع مضللا فإذا تمكن منك أمسى غولا.
يا سلام. جيم 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 جيم. جهل. العالم الكبير الجليل. العفو، الله يبارك. لو سألنا حضرتك عن الجهل بالدين، في القانون يقولون الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، فهل من لا يدرك أو لا يعلم كافة شؤون دينه هل يحاسب كمحاسبة الله لمن لا يعرف أو يعرف؟ أولا أحب أن أوضح مسألة يقع فيها الناس في غمرة الحديث، أنهم يعتقدون أن الجهل هو عدم المعرفة والعلم. لا، الجهل أن يعرف غير مناقض للواقع. يبقى في قضيتين، قضية أنه ما يعرفش الحق ويعرف مقابله الباطل، لكن اللي ما يعرفش ما عندوش. ولذلك هذا هو الفرق بين الأمي والجاهل. الأمي ما عندوش علم في المسألة، لما تيجي تخطره تبقى عندك قضية واحدة عايز تقنعه بها، القضية الحق. لكن الجاهل عنده قضية عايز تنزعها منه وتجيب القضية المناقضة. فلما تقول الجهل بالقانون يبقى جاب لي قضيتين. يبقى عارف ده وعارف المقابل. يبقى عدم العلم بالقانون، عدم العلم بالقانون. نقول له البشر حينما يقننون للبشر جابوا سلسلة كده من قال لك ايه؟ لا عقوبة الا بتجريم، يعني ما تعاقبنيش الا على جريمة، وما تقوليش دي جريمة النهاردة بعد ما اعمل، لازم يكون لا تجريم الا بنص ان دي جريمة مسبقة، ولا نص الا باعلام. يبقى مراحل ثلاثة: لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا بإعلام. لازم. ولذلك بنقول يعمل به في نشر في الجريدة الرسمية. ما دام الكل عارف ان الجريدة الرسمية دي هي اللي بتجيب القوانين، يبقى واجب كل واحد يحب ان يعرف مصلحة حركة حياته انه يشوف ايه المادة دي. كون يجهل دي بقى مش شغلة حد. هذه واحدة. تعال بقى في الدين.